أهلا بيك يا صديقتي. اسمعيني كويس لأن الكلام اللي هتسمعيه دلوقتي ممكن يغير طريقة تفكيرك. في كل يوم إحنا بنعيش وسط ناس، وسط ضغوط، وسط مواقف بتخلي قلبنا يزهق. لكن الحقيقة اللي كتير مننا مش عارفها هي إن البشر أغلبهم مش زي ما إحنا متوقعين. في ناس صادقة، في ناس بتظهر حب، وفي ناس تجرح من غير ما تحس، مش لأنهم أشرار، لكن لأن طبيعتهم كده. النهاردة هنتكلم عن حقائق عن البشر، حقائق صادمة صريحة ومهمة. لو فهمتيها صح هتخليكي أهدى وأقوى وأقدر على حماية نفسك وقلبك من أي ألم. استعدي لأن كل كلمة هتسمعيها دلوقتي هتدخل قلبك مباشرة. أول حقيقة لازم تعرفيها: الناس مش دايما هي اللي بتبينه للآخرين. في ناس هتحبك بصدق، وفي ناس هتستفيد منك أحيانا، مش لأنهم أشرار لكن لأن طبيعتهم كده. مش كل الناس صادقة في تصرفاتهم، ومش كل الناس هتتصرف زي ما انت متوقعة. لكن ده مش معناه إننا نصبح حذرين جدا أو نفقد الثقة في البشر. بالعكس، المهم هو إننا نعرف نميز مين يستحق قلبنا ومين مش لازم يأثر علينا. الحقيقة دي هتخليكي أهدى وهتساعدك ما تخليش أي موقف صغير يهزك. تاني حقيقة: الضعف مش عيب، لكنه فرصة. كلنا عندنا اللحظات بنحس فيها بالضعف، بالخيبة أو بالخذلان، وده طبيعي. لكن القوة الحقيقية مش في تجاهل الألم، القوة في إزاي نستفيد من التجربة ونكبر بيها. لما حد يوجعك أو يخيب أملك، خدي نفس عميق وفكري: دي فرصة أعرف مين أنا ومين اللي حواليا. حتى ربنا في اللحظات دي شايلك، وده اللي بيخلي قلبك أقوى وأهدى، وبيخليكي قادرة تواجهي أي موقف صعب. تالت حقيقة: أكبر ضياع للناس مش في الزمن، لكن في الانشغال عن النفس الحقيقية. كتير مننا بنضيع وقتنا وطاقتنا في أمور صغيرة، هواتف، صور، وسائل تواصل. لكن اللي فعلا مهم هو الاتصال بقلبك وروحك وباللي ربنا خلقنا عشانه. لو قدرتي تركزي على نفسك، على أهدافك، وعلى اللي فعلا يسعد قلبك، هتحسي إنك أهدى وأسعد حتى وسط زحمة الحياة. الحياة مش عن السرعة، مش عن المظاهر. الحياة عن القلب اللي بيعرف قيمته وبيعرف يحمي نفسه. رابع حقيقة: اللي يقدر يشوف النعم يعيش حياة أسعد. البشر مش دايما متشابهين، لكن اللي يختار يشوف الخير في حياته حتى لو بسيط هو اللي فعلا يقدر يحس بالراحة والسكينة. ممكن يكون يومك صعب، ممكن يكون في ناس مزعجة حوالينك، لكن لو ركزتي على النعم اللي عندك هتحسي إن قلبك اتغير. الامتنان مش مجرد كلمة، ده أسلوب حياة بيخلي قلبك أهدى، دماغك أصفى، وحياتك أرقى. خامس حقيقة: مش كل الناس لازم تفهمك، ومش كل الناس لازم تعيش حياتك معاك. أحيانا البشر بيكونوا صامتين، أحيانا بيتكلموا بدون ما يعرفوا تأثير كلامهم على قلبك، وده طبيعي. المهم هو إنك تعرفي تحمي نفسك من السلبية، وتختاري مين يستحق طاقتك ومين تسيبيه بعيد. الحياة قصيرة، ومفيش وقت نهدره في حد مش مقدرنا أو مش صادق معانا. يا صديقتي، البشر مش دايما زي ما نتمنى، لكن فهمك لحقائقهم هيديكي قوة وسلام داخلي. تعلمي تختاري قلبك، تعلمي تحمي روحك، وتذكري دايما ربنا أرحم من كل شيء، وإنتي أقوى مما تتخيلي. كل كلمة قلناها النهاردة، كل حقيقة عرفتيها، خليها معاكي كمرشد لحياتك، كدليل لقلبك، وكنور يهدي يومك حتى وسط أصعب الظروف.